هل الاستيطان البشري بدأ في أفريقيا أم بدأ في الجزيرة العربية؟ موقع الجزيرة العربية أو اللي خلاها تكون ذات أهمية بالغة. أنا قرأت الحقيقة في دراسة دكتور عبد الله الشارخ، كان رئيس كلية الآثار في جامعة الملك سعود، فيه بحث مهم جدا سلط الضوء على سرديات تاريخية حديثة بسبب المعثورات اللي أثروا عليها في بحيرة المندفن. فيه دراسة مهمة جدا قام بها فريق علمي كان رأسه الدكتور عبد الله، وطلعوا بنتائج مذهلة فيما يخص الاستيطان البشري. هل الاستيطان البشري بدأ في أفريقيا أم بدأ في الجزيرة العربية؟ طبعا كل الدراسات القديمة كانت تتكلم عن أن الإنسان بدأ أول ما بدأ الوجود البشري في أفريقيا. يعني هذه الدراسة الحقيقة أنا قرأتها مؤخرا وكانت مذهلة، وهي دراسة علمية هي مقدمة في جامعة علمية كبيرة، ما هي بمقترحات ولا هي بأطروحة، هي دراسة علمية مبنية على حفريات. الفريق جاء وقام في المنطقة في وراء مصنع السمنت في المندفن في منطقة البحيرة الفعلية، وخرج بنتائج مذهلة جدا، نتائج تتكلم عن الاستيطان البشري أو الوجود البشري في الجزيرة العربية قبل أفريقيا بما يقرب من 800 سنة. يعني أول استيطان بشري كان في شبه الجزيرة العربية. يتوقعون أن الإنسان بعمومه خرج من الجزيرة العربية. اليوم دراسات هذه حديثة، كل يوم العلم يتطور وكل يوم يبني نظريات ويبني أفكار جديدة.